مساء الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الكون كله. النهارده هنعمل مع بعضينا لحمه مشويه. واحنا طبعا عارفين قد ايه ان اللحمه المشويه حلوه، وطعمها بيبقى احلى بكتير من اي طريقه تانية بتعملي بيها اللحوم او اي حاجه. طبعا احنا عارفين الحاجات المشويه عامه كلها حلوه، والوصفه دي بجد بسيطه جدا وجميله جدا ومش بتاخد معانا وقت. وبعدين هنشوي كده بقى من غير ريحه بقى تطلع وتدخن الدنيا. لا، طريقه سهله وبسيطه ومقادير سهله جدا، ويلا بقى بينا نشوف الطريقه والمقادير. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو، انا اسمي عفاف. لو اول مرة تشوفيني لايك وشير للفيديو وكومنت كده لذيذ منكم. يلا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. هيكون معايا لحمة متقطعة قطع زي الستيك بالظبط، يعني تكون رقيقة كده مش ما تكونش تخينة قوي. هيكون معايا معلقتين من الصلصة، هيكون معايا معلقة من الزيت. بالنسبة بقى للتوابل هيكون معايا ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطة، توم باودر، بصل باودر، معلقة من السكر. تمام كده. لو عايزة تعملي طرق للحمة مختلفة، هتنزلي تحت الفيديو في صندوق الوصف هتلاقي كذا وصفة للحوم، اتمنى منكم ان انتوا تتفرجوا عليهم. هنحضر بقى تتبيلة اللحمة. هبتدي ان انا انزل بمعلقتين الصلصة كده. تمام. وبعد كده هبتدي انزل عليهم بمعلقتين من الزيت. وهننزل بقى بالتوابل. هنقلبهم كده كلهم في بعضيهم. وبعد كده هبتدي اعصر نص ليمونة. تمام. وهبتدي انزل بقطع اللحمة في التتبيلة. تمام كده. هنقلبهم كويس جدا في التتبيلة. وبعد كده هبتدي ان انا احطهم في التلاجة، هياخدوا معايا ساعتين كده في التلاجة يحيقوا من التتبيلة كويس. لحد ما اللحمة بتاعتنا تتبل بقى كويس. تعالوا نعمل مع بعضنا سلطة الطحينة. هيكون معايا معلقتين من الطحينة، الكمية طبعا اللي انتوا حابينها. هضيف عليهم لبن يكون دافي. ممكن نستغنى عن اللبن ونحط بديله الزبادي، ممكن نستغنى عن الزبادي واللبن ونضيف ميه. تمام. بس اللبن هيدينا نفس طعم الزبادي، بس انا بحس الطعم كمان احلى لو انا عاملاه باللبن. تمام. وهبتدي ان انا اضيف بعد كده ميه سخنه تكون دافيه. انا ضفت 4 معالق لبن والباقي هكمله بميه. الميه بتاعتي طبعا سخنه خالص مش دافيه، بس هي نضيف ميه دافيه. هنفكك كده الطحينه ونقلبها. تمام. لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وبعد كده هبتدي اعصر نص ليمونة وهقلبهم. تمام. كده انا وصلت للي انا عايزاه. هبتدي اضيف التوابل بتاعتنا: ملح، شطة، كمون، كزبرة، فلفل اسود. وهقلبهم كده نكون خلصنا الطحينة. انا حطيتها في طبق وزينتها كده برشة من الفلفل الاسود والشطة والكمون. تمام كده الطحينة بقت جاهزة معانا. بعد بقى ما اللحمة اتبلت معانا كده، هنجيب صينية، هنبتدي نرص اللحمة فيها. تمام. هنرص اللحمة كده في الصينية زي ما انتم شايفين كده معايا. نشغل بقى الفرن تكون سخنة خالص، وهنبتدي نحط اللحمة في الفرن. هنسيبها في الفرن، هي هتاخد معانا في الفرن قد ساعة، ساعة ونص، على حسب نوع اللحمة اذا كانت كبيرة او صغيرة. تمام.
دي باقي التتبيله اللي فضلت معانا من باقي تتبيله اللحمه بعد ما تاخد نص ساعه كده في الفرن او نص ساعه هبتدي ان انا اخرجها، وهبتدي ان انا ادهنها كده بالتتبيله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده معايا، وهرجع ادخلها الفرن تاني لحد ما اللحمه تستوي معانا زي ما احنا قايلين اللي هتاخد معانا ساعه لساعه ونص على حسب نوع اللحمه. هبتدي ان انا اخرج كده اللحمه زي ما انتم شايفين، هحطها في طبق التقديم. بجد طعمها حلو جدا 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 يعني، اتمنى ان انتوا تجربوها، سهله مفيش بقى ريحه دخانه ولا الحاجات دي خالص. عملت معاها سلطه طحينه وسلطه خضار، وصفه سهله لذيذه طعمها خطير جدا جدا جدا. وبكده نكون خلصنا وصفتنا. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.